ليه تشتري الزبادي من بره لما ممكن تعمليه في البيت بكل سهولة؟ النهاردة هوريكي طريقة مضمونة جدا لعمل الزبادي بدون ما ندخله الفرن ولا التلاجة، وهيطلع معاكي بطعم حلو قوي وقوام كريمي احلى كتير من الجاهز. وطبعا لا غنى عنه في سحور رمضان. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله يطلع ناجح معاكي جدا من اول مرة. طبعا الزبادي معفيهوش مقادير، زي ما في خطوات لازم ان احنا نلتزم بيها. هنحتاج لبن، كمية اللبن دي زي ما انت عايزة. انا مستخدمة كيلو ونص من اللبن الجاموس، وينفع ان احنا نستبدله بلبن بقري، بس يفضل الجاموس لان الطعم بتاعه بيكون احلى كتير، وكمان القوام بتاعه بيكون كريمي جدا. ويفضل اللبن اللي انت تستخدميه يكون بلدي وطازة علشان القشطة تكون موجودة فيه فيدينا طعم احلى. هناخد اللبن ونرفعه على النار ونسيبه لغاية ما يغلي كويس جدا، والنار تكون متوسطة علشان اللبن ما يتحرقش معاكي من تحت وياخد ريحة شياط. ولما اللبن يبدأ يغلي هنقلبه، شايفين الرغاوي اللي على الوش دي القشطة اللي موجودة فيه، ونوطي عليه النار ونسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، علشان البخار اللي بيطلع منه ده بيطلع نسبة المية اللي موجودة في اللبن، فنسيبه يتركز معانا شوية علشان يتقل، وكمان الزبادي بتاعنا ما يكونش فيه نسبة من المية. وبعد ما يغلي معانا كويس هنطفي عليه النار ونسيبه لما يبرد يكون دافي شوية، يعني نحط فيه صباعنا نستحمله او يكون دافي زي دمعة العين. وبعد ما اللبن برد شوية بنشيل الوش اللي موجود عليه، ممكن تشيليه تخليه لحاجة تانية او تقلبيه في قلب اللبن. وبعد كده هنقسم اللبن على 2، هنعمل نصه سادة ونصه بالفراولة. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ياريت تحطوا لايك للفيديو من ايديكوا الحلوين. وبعد ما قسمت نص كمية اللبن هاخد نص كوباية من اللبن ده وافضيها في طبق وازود عليها كوباية من الزبادي الصغيرة. واستخدمي اي نوع زبادي انت بتحبي الطعم بتاعه، لان الزبادي هيطلع معاكي بنفس الطعم بالظبط. هنفضي كوباية الزبادي كلها على نص كوباية اللبن ونقلبهم مع بعض كويس لغاية ما القوام يكون كريمي وما يكونش فيه اي كتل. وكوباية الزبادي دي بتكفي لكيلو من اللبن. وفي الخطوة دي لو حابة تضيفي سكر مع الزبادي هتزودي معلقة كبيرة، لكن انا هستكفى بيه على كده علشان عايزة اخد نفس طعم الجاهز بالظبط. هنفضي الزبادي مع اللبن ونقلبهم مع بعض كويس لغاية ما الزبادي يتوزع في اللبن كله. وبس كده نكون حضرنا الزبادي. طريقة اعداده سهلة جدا. هنجهز بقى زبادي الفراولة. هنعمله بنفس الطريقة بالظبط. هناخد نص كوباية من اللبن، هنزود عليها كوباية من الزبادي، وهزود كمان معلقة كبيرة من السكر، لان زبادي الفراولة الطعم بتاعه بيكون مسكر شوية. ولو عايزة لون الزبادي زي الجاهز بالظبط هتزودي عليه معلقة كبيرة من بودرة الكريم الشانتيه الفراولة، هتديكي نفس اللون بالظبط، لكن انا ما كانتش متوفرة عندي فانا ما ضفتهاش. لكن الزبادي هياخد لون احمر خفيف، لكن الطعم زي الجاهز بالظبط. بعد ما وزعت الزبادي مع اللبن كويس نبدأ بقى نجهز الكوبايات عندنا ونفضي فيها الزبادي. وممكن تعملي الزبادي في طواجن او في علبة تكون كبيرة زي ما انت حابة. فضيت في الاول الزبادي السادة، وبعد كده هفضي الزبادي الفراولة. وعلشان احنا في فصل الشتاء والجو ساقعة فهنفضي في الصينية كوبايتين 2 مية مغلية علشان تدفي معانا الزبادي. ولو في الصيف فمش هنحتاج ان احنا نزوده مية مغلية ولا نغطيه وهو يتماسك معاكي من الحرارة بتاعة الجو. هنفتح بقى كيس تلاجة ونغطي بيه الوش بتاع الكوبايات. وبعد كده هنجيب فوطة تقيلة شوية او دفاية تكون تقيلة ونغطي بيها الصينية كلها كويس جدا، علشان الغطا والبخار اللي هيطلع من المية هيدفي اللبن فيتكون عندنا زبادي. هنسيبه ليلة كاملة او 10 ساعات علشان الزبادي يتكون. وحطي الصينية في مكان وبلاش ان انت تحركيها علشان الزبادي ما يتهزش معاكي ويطلع متماسك، بدون ما ندخله الفرن ولا نسيبه ليلة كاملة في قلب الفرن. البخار اللي بيطلع من المية مع الغطا بيدفوا عندنا الزبادي كويس جدا. اهم حاجة دفيه كويس، حتى كمان انا غطيته كمان بفوطة، وهيطلع معاكي احلى زبادي متماسك كويس جدا. نشوف بقى الزبادي بعد مرور 10 ساعات.
شايفين القوام بتاع الزبادي ما شاء الله عليه متماسك كويس جدا. حتى كمان بقلب الكوباية معفيش حاجة بتنزل منها ولا سقطة مية. اكيد معفيش اختبار اكتر من كده علشان يعرفكم ان الزبادي ناجح جدا ومتماسك كويس قوي. بقلب الكوباية يمين وشمال وبحركها كتير جدا ومعفيش حاجة بتنزل منها، علشان تعرفوا ان الطريقة دي مضمونة وعن تجربة. انا كل مرة بعمله بالطريقة دي وبيطلع معايا ناجح جدا. عايزاكوا تجربوه بنفس الطريقة وبجد هتعتمدوها. وكمان ما دخلناهوش التلاجة والقوام بتاعه متماسك جدا. يعني المفروض بعد ما بنسيبه ليلة كاملة بندخله التلاجة في الأول علشان يتماسك معانا زيادة. لكن انتوا شايفين بدون ما ندخله التلاجة ولا دخلناه الفرن وطلع معانا قوامه ما شاء الله عليه ومتماسك كويس جدا. شايفين القوام بتاعه حلو قوي، ده الزبادي السادة ومعفوش ولا سقطة مية. والطعم بتاعه احلى كتير من بتاع بره. كفاية ان هو معفوش اي مواد حافظة. وده الزبادي الفراولة واخد لون خفيف لكن الطعم طعم فراولة بالظبط. وبالنسبة للقوام بتاع الزبادي او التماسك بتاعه مش محتاج ان انا اتكلم عنه. انتوا شايفين شكله عامل ازاي. ولو حابة ان انت تحضري وصفة زبادي جديدة فانت هتشيلي كوباية من الزبادي ده وتحضري بيها. مش هتحتاجي ان انت تجيبي واحدة من بره. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.